السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة محمية طيور مصرية، وفيديو جديد كالعادة يا جماعة. إن شاء الله النهاردة هنقول إيه اللي حصل في سوق الجمعة، وإيه اللي كان بيتلم، وإيه اللي كان مطلوب، وإيه الأسعار اللي كانت متداولة في السوق، سواء كانت متداولة أو كانت التجار بتلم بيها. طبعا زي ما عارفين ان طبعا السوق الفتره يعني من قيمه اسبوعين، الفتره اللي فاتت دي ما كانش فيه لم، لان كانت الناس بتصفي وكانت الاسعار ميته خالص وكانت الاسعار واقعه. تمام. النهارده يعتبر الروز هو اللي مطلوب، العوائد الكبير الشغال الروز هو اللي كان مطلوب. سواء الروز اللاتيني او الروز اللي هو الالوان التانية العادية. ولكن برضو الاسعار اللي كانت بتتلم بيه كانت اسعار ما كانتش كويسة، لان الاسعار كانت يعني مثلا الجوز كان بيتلم على 400 جنيه، والكوكتيل الكبير الشغال. يعني انا شفت يا جماعه، يعني انا دلوقتي انا شفت ناس بتتكلم ومنزله اسعار وبتتكلم تقول ان في كوكتيل كان بيتلم على 500 جنيه من التجار. ازاي الكوكتيل الكبير الشغال؟ في ناس كانت بتقول، وفي ناس يعني قنوات منزله كذا قناه انا سمعتهم منزلين اسعار بيقولوا ان الكوكتيل الكبير الشغال، ناس التجار اللي هي بتلم ب 500 جنيه و525 وب 550. مفيش الاسعار دي. انت كصاحب قناه بتقول اسعار من دماغك، ما ينفعش. لان الاسعار يعني انت لما تنزل بتلاقي اسعار غير اللي يعني لما بننزل نبيع بنلاقي اسعار غير اللي اصحاب القنوات بيقولوها. يعني انت دلوقتي بتقول جزء الكوكتيل الكبير الشغال ب 500 جنيه و550 و525. ازاي وهو الجمعه اللي فاتت كان بيتلم ب 450 جنيه وناس مسلمه على 400 جنيه؟ ازاي انت جاي الجمعه دي تقول ب 500 جنيه؟ انت فاهم؟ دلوقتي احنا دلوقتي لما انت بتقول ب 500 جنيه خلاص، احنا المفروض ان احنا كاصحاب قنوات عاوزين السوق يكون كويس. مش شرط الهدف ان انا ابدا انزل اسعار واعمل لك فيديو 10 15 دقيقه واقول لك في اسعار جميع الطيور. ما كلنا عارفين الاسعار، مفيش اختلاف في الاسعار. ولكن احب اوصل المربي، احب اوصل الناس الهواة اللي هي بتنزل تبيع الطيور بتاعتها في سوق السيده عائشه. انت دلوقتي تمسك بطيورك. انا والله حصل معايا النهارده، عفوا، حصل من قيمة أسبوع كنت عاوز قص روز لاتيني يكون شغال، يكون كويس، أو ما يكون معاه زغاليل. فالمهم القص الرز اللي كان موجود ده كان معاه بيض. يعني حتى الراجل صاحب القص الرز ده بيقول لي ان قص الرز ده عامل 650 جنيه. بقول له ليه يا عم 650 جنيه؟ ده احسن قص او افضل قص رز في السوق ب 400 جنيه و 450 جنيه. يا عم طالما حاجه كويسه وشغاله مضمونه 500 جنيه لحد 550. انت ليه تقول لي 600 جنيه؟ يقول لي هديهولك بالبيض. لا انا مش عاوز البيض بتاعه ولا عاوز البياضه مثلا. يقول لي لا هو اخره 600 جنيه. ده فرق بين هاوي وهاوي، في فرق بين مربي ومربي. يعني هو متمسك بطيوره ومتمسك بحاجته لانه عارف الحاجه بتاعته وعارف ان الاكل غالي. بيقول لي الاكل رفع، انا هرفع سعر الطيور لان الطيور بتاكل. يعني عاوز يديني قص الرز بتاعه ب 600 جنيه من غير البيض. تمام. حتى لو نقلت البيض ممكن ما ينفعش، لان البيض عاوز يفضل في درجة حرارة معينة عشان خاطر ان هو ما يبص او يتلف وكده. ده حاجة، دي قصة حصلت بيني وبين واحد عشان خاطر بشتري منه قص روز لاتيني. تمام. طبعا الاسعار زي ما هي في السوق، اللي يقول لك الاسعار رفعت او في الفتره الجايه السوق يتحرك والكلام ده. السوق يتحرك الفتره الجايه لسه بعد 5 6 اشهر، والله اعلم كمان هيتحرك امتى، لان الطيور والعالم صفت. تمام. اما تيجي بقى التجار تطلب طلبيه تانية هيكون في طلب على على الكوكتيل او طلب على حاجه زي كده. هيبدا السوق يتحرك الفتره اللي هي ايه، الفتره اللي جايه. اما دلوقتي مفيش سحب مثلا على الطيور. طبعا ما فيش سحب على الطيور. ولكن الفترة اللي جاية لما يجي تصدير تاني ان شاء الله. طبعا احنا قلنا ان طبعا التصدير كان شغال الفترة اللي فاتت على الكوكتيل، كان مطلوب طلبيات بشكل كبير، وده اللي رفع وده اللي خلى الاسعار اتحركت الفترة اللي فاتت شوية. اما ما فيش اسعار هترتفع تاني الا لما يكون في طلبية ان شاء الله الفترة اللي جايه، مثلا بعد سنة، بعد اتنين، بعد شهر، بعد 5 شهور، ما نعرفش لسه الدنيا ايه. ولكن الاسعار هي مفيش اختلاف في الاسعار. يقول لك في 500 و550، كل ده مفيش في السوق اصلا. حتى انت كمربي هتعرف الكلام ده. يعني انت كمربي نازل السوق هتلاقي مفيش اسعار. يعني السوق اللي فات ناس مسلمه الكوكتيل على 400 جنيه، الكبير الشغال على 450 جنيه. ازاي مثلا السوق ده هيبقى 400 جنيه ولا هيطلع 150 جنيه الجوز؟ يا جماعه في ناس بتنزل اسعار ما هيش موجوده اصلا في السوق. تمام. كل الفكره ان احنا طالما بدانا نشوف بدايل للبيكا والفلارس، وبدانا كل واحد هيبدا يوفر والاكل هيقل، السحب هيقل على البيكا والفلارس.
ده هيخلي الحبوب ينزل، النهارده البيل كان ب 40 جنيه والفلارس ب 45 جنيه. وكل ما الواحد يبدا يعود طيوره على حاجات تانية كويسه والطيور تتعود عليها، مش هيرجع تاني للبيكا والفلارس، الا هيخليني ارجع لحاجه غاليه. تمام. ولكن عشان ما نطولش في الفيديو ده، يعني عشان ما نطولش في الفيديو، نعمل مده فيديو 10 دقايق و15 دقيقه، هنكتفي بهذا القدر اني اسعار الطيور زي ما هي، مفيش اي اختلاف في اسعار الطيور. ولكن الرز هو اللي مطلوب الفتره اللي جايه ديت، الرز اللاتيني او الرز العوايد كله مطلوب الفتره اللي جايه. فتمسكوا بقى، اللي عنده رز يتمسك بالسعر، ما يبيعش. حتى في السوق النهارده بتلم 400 425، وشوفوا الاسعار دي مش هتلاقوها اصلا اللي انا بقول لكم عليها دي.